ازيكم يا اصدقاء؟ عاوز اقول حاجه قبل ما ابدا. تلخيص المانجا مش سهل، فبعد اذنكم لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك انا مش هلخص مانجا تاني، عشان بصراحه بتكون متعبه جدا وما بلاقيش الدعم المستحق من المشاهدين. وشكرا لكم على استماعي، ويلا بينا. 27 hearts beat. بلاك ماريا بتهاجم على روبين بهجمات سريعه ورا بعض. روبين متصابه ومش عارفه تعمل ايه قدامها. بتبدا تفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري، بيعلموها فن من فنون الكاراتيه. فعلا يا اصدقاء التقنيه اللي اتعلمتها منكم دي افادتني كتير في الماضي وشكلها هتفيدني دلوقتي اكتر. وفجاه مع ضحكه بلاك في المكان وذكريات روبين في التدريب، ايه الهزه دي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفجاه شكل روبين بيتغير وبيتحول لفلورة الشياطين، شكلها مرعب تجسيدا للشيطان ذات نفسه. ما كنتش عاوز اتحول لكده، لكن انت اللي اضطريتيني ان اعمل كده. بلاك واقفه قدام روبين وخايفه منها، او بالاحرى قدام فلورة الشياطين. قوه مرعبه بتخرج من روبين، وفجاه روبين بتمسك ببلاك بايديها وبتكسر لها رقبتها من اول هجوم. معرفش بقى ده ايقاظ ولا لا. اتباعها واقفين مصدومين، ازاي ده حصل؟ بلاك سان. وفجاه بروك هو كمان بيقطعهم كلهم وبيهزمهم وهم بينادوا عليها. وبكده هزيمه واحده من التوب روبو، والمنتصر في المعركه بروك وروبين. قلعة أونغوشيما طايرة في الجو وفاضل لها 15 دقيقة وتنزل في نص بلد وانو. في الطابق الثالث رايزو ورئيس النينجا اللي كان من أتباع أوروتشي، وكل واحد منهم عمال بيهاجم على التاني بأسلوب النينجا بتاعه. في نفس الطابق بس بعيد شوية هوكيز واقف ضد كيلر عمال يهاجم عليه ويقطع فيه. هوكيز بيعالج نفسه بالأرواح اللي معاه بس خلاص بدأت تنفذ منه. في الطابق الثاني لو وكيد ضد البيج مان. ايه ده؟ أنا اتضربت ازاي؟ وليه بنزف دم؟ في اليمة الثانية عند هوكيز. عاوز أقول لك حاجة يا كيلر، من بين الأرواح ال10 اللي معايا في روح واحدة تبع القائد بتاعك كيد، في كل مرة هتضربني فيها ضربة قوية اعلم ان قائدك هو اللي هيتلقى الضرر. ودلوقتي يلا هاجم عليا بكل قوتك. في الجانب التاني وفي طابق العرض تحديدا كوين وكينج واقفين مع بعض. ماركو مش قادر يقاتل تاني وجاب اخره خلاص. سانجي مضروب وواقع على الارض. كوين عمال يهاجم على الساموراي ومش عارفين يتفادى هجماته. تشوبر حقن زورو بالمصل بتاعه، لكن عشان جراحه كتير مفعوله لسه ما اشتغلش عليه بالكامل. كينج بيأمر كل اتباعه انهم يدوروا على زورو ويقتلوه حالا. سانجي بيطير بسرعه جنونيه وبيروح يضرب كوين عشان يبطل هجماته دي. بيرو بينشل على سانجي وعاوز يضربه من ظهره، لكن وفجاه بنلاقي سيد القطط بيديله في وشه وبيخشوا هما الاتنين في الحيط. واحد من الساموراي بياخد زورو وبيهرب بيه عشان كينج ما يقتلهوش، لكن كينج برضه بيلحقهم وبيقف قدامهم بيولع النار في ايديه وبيهاجم على زورو. دخول رائع وجامد من ماركو وبيصد ضرب الكينج في اخر لحظه. المعارك شغاله من كل مكان، الوضع ما يطمنش على الاخر ومحتاجين معجزه يقفوا قدام الاتنين دول. كوين هو كمان بيهاجم بالليزر بتاعه. بيقف ماركو وبيقول خلاص انا كده دور انتهى هنا، الدور بقى على النجمين التانيين. وفجاه بنشوف زورو والضمادات بتتمزق من عليه وبدخول جامد وحماسي من الاتنين. سانجي وزورو بيضربوا كوين وكينج في لحظه واحده. ايه الجمدان ده؟ مهما اقول لن استوفي حقكم. باقي الحلف كلهم فرحانين وبيهتفوا للاتنين وبيقفوا هما الاتنين على خشبه المسرح قدامهم. بيحاولوا اتباعهم انهم يهاجموا على زورو، لكن بيجي كاماتسو وبيقطع فيهم. بيفوق كوين وكينج تاني، بيهاجم كوين عليهم هما الاتنين بالليزر بتاعه، لكن بيتفادى هجماته بسرعه جدا. بيقول زورو لسانجي انه يلبس اللبس الجيرمي بتاعه، لكن سانجي بيرفض وبيعرفه انه في كل مره بيلبس اللبس ده في حاجات بتحصل له في جسمه او في حاجات بتتغير. كينج بيهاجم على زورو بسرعه جدا، لكن زورو بيقدر يصدها على طول. كوين هو كمان بيهاجم على زورو بالدراع الآلية بتاعته، لكن سانجي هو كمان بيتصدى ليها. كوين بيقول لسانجي انت شكلك زي اخواتك سايبورغ، واكيد رجلك المولعه دي نار برضه، هي احد تجارب ابوك المجنون. لا انا مش زيهم، وبدون احباط ليك انا الوحيد البشري بين اخواتي. انت غبي؟ هو في شخص عادي هيقدر يولع رجليه؟ انت حتى كمان مش من عرق الرونالي. شكله بيقصد على كينج يعني. لا ده لان شغفي اقوى من اللهب على الاطلاق. انا مش عارف ايه معناها بالظبط، لكن كنت اتمنى ان افهم قوه سانجي. بيهاجم سانجي بضربات سريعه ورا بعض وهو غاضب جدا، وبيهاجم زورو هو كمان بضربات سريعه ورا بعض. وفجاه كينج بيتفادى ضربه من زورو وبيديله في وشه وبيرجعه كام خطوه ورا كمان. بيقف زورو مره تانية وبيقول له انت كمان بتستخدم الالات في ايدك ليه؟ هو في اسلوب في القتال ان لازم التزم بيه ولا ايه؟ ما يهمش طريقه القتال، المهم الفوز في النهايه. تمام قاتلني باي اسلوب انت عاوزه، فكده كده انا المنتصر في النهايه. في اليمه التانية كاماتسو قاعد مع الزعيم وبيقول الزعيم ان زورو بيفكرني بدايمون السابق لما كان شاب واسمه ايشومارو، وبنعرف ان ايشومارو ده كان شخص قوي جدا وهو من نسل اله السيافين ريوما، وكمان ريوما كان بعين واحده وكان بيقاتل بنفس طريقه زورو. في الطابق الثاني في مستودع الكنوز تحديدا جاك في تطور الهجين بتاعه وبيهاجم على انوروشي، لكن بيقدر انوروشي انه يمسك جاك وبيشقلبه في اليمه الثانيه. بيقف جاك من جديد وبيكلم انوروشي بيتحول لشكل السلونج بتاعهم وبيعرف جاك انه كان مستني معركه زي دي من زمان جدا. في المدخل الرئيسي
القلعه. بيرو سبيرو واقع على الارض هناك، ونيكو ماموشي واقف قدامه هو كمان، وواندا وكاروت هناك هم كمان، ونيكو ماموشي بيتحول هو كمان لشكل السلونج بتاعهم. عند المينا بنشوف طاقم لو وهم رافعين السلاح وخايفين. ايه ده؟ ازاي كايدو جه هنا؟ وازاي عرف مكاننا بالسرعه دي؟ لكن المفاجاه ان في شيء حصل، شيء ما كانش متوقع انه يخطر على بال حد، شيء خلى الجميع واقف في حاله ذهول، الكل واقف مستغرب ازاي ده حصل. كلهم عمالين يبصوا للسما، لوفي هو كمان واقف مصدوم وبيبص للسما، شنوبي هي كمان واقفه عماله تعيط ومتخبيه في ظهر لوفي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قبل 4 ساعات مومونوسكي بيطلب طلب من شينوبي. الطلب ده غريب شويه، طلب ما كناش فاهمين قصده ايه غير لما شفناه بعينينا. شينوبي انت عندك القدره انك تخلي الشخص يكبر في الجسم. شينوبي واقفه مصدومه ومش عارفه ترد. انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ ارجوك يا شينوبي خليني شخص بالغ في السن. مومونوسكي سما لو خليتك شخص بالغ جسمك بس اللي هيكبر وعقلك هيفضل في هيئه طفل زي ما هو. مومونوسكي مش مهتم بحياته، قرر انه يضحي بنفسه في سبيل شعبه والحلف بتاعه. ده ما يتقالش عليه طفل، ده هيتقال عليه شخص حكيم، شخص بيقدر شعبه على نفسه، القليلين منهم الموجودين حاليا في العالم. وفجاه بنشوف مومونوسكي اتحول لتنين زي كايدو، تنين وردي عنده كل قدرات كايدو، تنين شكله مرعب. مومونوسكي خلى شينوبي يكبره من العمر 28 سنه عشان يقدر يتحول لتنين كبير زي كايدو ويساعد لوفي ضد كايدو في المعركه. لوفي واقف قدامه متفاجئ هو كمان، واول كلمه من مومونوسكي يلا بينا نحرر بلد وانو. في الجانب التاني داخل القلعه، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ مش عارفين، بس ده شكله هاكي ملكي. اوسب بيدخل عليهم بدخول كوميديا وبيعرفهم ان هو هزم 2 من التوب روبو لوحده، وان دي هالته هي اللي بتسبب الدمار اللي جنبهم ده، وكل اتباع كايدو بيخافوا منه طبعا. عايش يا اوسب والله. سبيد وايتاما واقفين على جنب بيبصوا على لوفي. نامي بتتصل بفرانكي، هو ايه اللي بيحصل مع لوفي يا فرانكي؟ طب هو بخير؟ فرانكي ما عنديش اي فكره يا نامي، انا زيك، كل اللي اعرفه الكلام اللي قاله مومونوسكي فقط. نامي اكيد مومونوسكي مع شينوبي دلوقتي، لكن المشكله اني مش عارفه اتواصل معاهم. فرانكي كويس ان مفيش خبر عنهم، ده يعني كده ان هم بخير. المهم لو خلصت عندك تعالي عندي عشان جميع الاعداء فضلوا انهم يجوا عندي هنا في الطابق العرض. فرانكي وشويه من طاقم لو عمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفي نفس الطابق بروك شايل روبين اللي فاقده الوعي وعمال يجري بيها عشان يوديها في مكان امن، وهم ماشيين بيقابلوا اتباع كيد وهم عمالين يهاجموا على اتباع كايدو هم كمان. في معركه السطح كايدو ضد ياماتو، ياماتو بيهاجم على كايدو بهجوم قوي جدا، لكن برضه كايدو بيصدها وبيضحك كمان وبيرجع يهاجم عليه هو بهجوم قوي جدا. ياماتو بتحاول تصدها لكن الهجوم قوي جدا وبيطيرها بعيد. بيقف كايدو وبيقول انت دايما كنت بتقول انك هتقتلني. ايوه ده صحيح، لكن دي مش مشاجره عاديه بين اب وابنه. لكن عاوز اقول لك حاجه، ان قربت لقب اودين فلازم تستعد للحرب. ليه؟ هو الاعجاب بالشخص جريمه؟ في الماضي كنت على وشك الموت من الجوع، وفجاه هاله بتخرج مني وبتسكت جميع الناس اللي حواليا. هاكي ملكي ده علامه كويسه، لو فضلت مصر على انك اودين يبقى موتك افضل ليا. كايدو بيحبس ياماتو في كهف وبيديله مده شهر، لو ما بطلتش تقول اسم اودين ده هسيبك تموت بجد. وكمان بيكون سايب شويه ساموراي معاه في الكهف. ياماتو بيصرخ وبيترجاه انه ما يسيبوش هنا. بيعدي اسبوع وبرضه ياماتو مصر ان هو اودين، وكل شويه بيستخدم الهاكي بدون اراده على الجنود وبيفقدهم الوعي. كايدو بيروح يشوف الوضع وبيكون منزعج جدا من اللي بيحصل. بيقول كايدو للساموراي اللي هناك لو غيرت رايكم في الانضمام ليا نادوا من الفتحه اللي فوق في السطح وانا هاجيلكم. وقبل ما يمشي بيعرف كايدو الساموراي اللي هناك ان ياماتو ده يبقى ابنه. يا ابن اللذينه. الساموراي بيجي لهم شويه غضب جامدين جدا وبياخدوا السيوف بتاعتهم وعاوزين يقتلوا ياماتو، لكن هو فجاه واحد من الساموراي دول بيدي الاكل بتاعه لياماتو، ولما بيشوفوه بقيه الساموراي بيبعدوا عنه. ياماتو بياخده وبدون تردد بياخد الاكل كله على بق واحد بينسفه. ياماتو بيعيط وبيشكره على الاكل ده، ومع العلم ان الساموراي اللي معاه ما اكلوش حاجه من ايام، بس كايدو جاب لهم طبق واحد بس عشان ما يموتوش. كتير والله كده يا كايدو. بنعرف ان الساموراي ده اسمه صابوري، بيكسر السلاسل اللي في ايد ياماتو. بيسالوا ياماتو انت شايفني اني هصبح واحده من الساموراي؟ بيقول له اكيد في المستقبل ان شاء الله. بعدها بنشوف ان الشخص ده بيشبه زورو جدا. بنشوف ياماتو هو ماسك مذكرات اودين وبيقعدوا هو والساموراي يقراوا فيها لمده 10 ايام. بيسالوا الساموراي ياماتو هو ابوك ممكن يسيبك في المكان ده تموتي؟ بتقول لهم اكيد ده ابويا وانا عارفاه. وبعدها بتنام. بنشوف الساموراي وهم واقفين بيقرروا انهم هيحرروا نفسهم وكمان عشان ينقذوا ياماتو من الموت، وبيكسروا الحاجز اللي على الكهف وبيخرجوا منه. في الحاضر الاتنين بيستعدوا وبيضربوا بعض ضربات قويه جدا بتزلزل المكان كله بالهاكي. في اثناء الوقت ده عند لوفي ومومونوسكي. ايه اللي انت بتعمله ده يا مومو؟ كل اللي عليك انك هتطير بس. انا عارف ده يا لوفي لكن جسمي مش عاوز يتحرك. انت عارف لما برفع راسي بس بيكون بيني وما بين الارض قد ايه؟ مومونوسكي خايف من المرتفعات ومش عاوز يطير. كلهم واقفين مندهشين. انا مش عارف ليه كبرت جسمك كده وانت مش هتعمل بيه حاجه. لوفي عمال يصرخ فيه عشان يطير وبرضه رافض انه يطير. في معركه السطح ياماتو وكايدو نازلين ضرب في بعض، هجمات قويه جدا بيدمروا كل حاجه حواليهم، مفيش مكان واللي بيكون خرابه من هجماتهم. واخيرا ياماتو بتقدر تضرب كايدو
ضربه قويه بتخليه يركع على الارض، ولكن ده برضه مش كفايه انه يهزمه او ممكن يخليه يضعف. كايدو جسد الاسطوره بمعناها. في المعارك دي خاض قتالات كتيره جدا ولسه صامت برضه. كايدو بيقوم تاني وبيضرب ياماتو ضربه قويه جدا، بيحاول ياماتو انه يتصدى ليها لكن برضه بتكون صعبه عليه وبتطيره بعيد. بيهاجم كايدو مره تانيه وبغضب شديد جدا وبتفعيل اقصى حدود الهاكي عنده وبينزل بيها على ياماتو. في اثناء الوقت ده مومونوسكي بدا يطير لكن بيكون مغمض عينيه عشان لسه خايف. لوفي عمال يصرخ عليه وانه يطلع لفوق. مومونوسكي عمال يخبط في القلعه وهو ماشي وبيخش جواها كمان وبيشوفوا الحلف كله وبيكونوا مستغربين من اللي هم شايفينه. مومونوسكي عمال يدمر في القلعه من جوه وبيطلع من طابق لطابق. البيج مام وكيد ولو واقفين ضد بعض وفجاه بيلاقوا تنين طالع جنبهم. الكل بيتفزع منه وفاكرين ان ده كايدو لكن بيقدروا يشوفوا لوفي وهو راكب عليه. لوفي عمال يصرخ عليه انه يفتح عينيه. مومونوسكي عمل زي الطور الهايج ومحدش عارف يوقفه وكل اتباع كايدو فاكرين ان ده قائدهم كايدو. كايدو واقف على السطح، ياماتو واقفه في وشه بس عماله تنزف في دم من ضربه ابوها الاخيره. كايدو بيقول ان هو اكتفى من ابنه وبيتحول لشكل التنين، وفي نفس اللحظه لوفي بيتحول لسنيك مان. ياماتو بتجري على ابوها عشان تضربه. لوفي بيستعد للهجوم وبضربه سريعه جدا من لوفي وياماتو وفي نفس اللحظه وبيضربوا كايدو وبيطيروه بعيد. بيقفوا الابطال مع بعض، ياماتو ولوفي بيسلموا على بعض. بيقف كايدو تاني. ايه ده؟ انت لسه حي يا قبعه القش؟ وايه التنين اللي انت راكبه ده؟ مومونوسكي مرعوب. بيعرفوا ان اسمه مومونوسكي اودين، الراجل الذي سيكون شوغان بلد وانو. ايه ده؟ تنين وردي؟ من الممكن ان ده يكون ايوه هو يا ياماتو، ده مومونوسكي. ياماتو مبسوط ان شاف مومونوسكي مره تانيه. لوفي بيقف ضد كايدو والمعركه خلاص هتبدا ما بينهم. في عاصمه الزهور الناس بتحتفل بمهرجان النار ومش شاغلين بالهم باي حاجه، عمالين يرقصوا ويغنوا ومش شايفين الكارثه اللي جايه عليهم. بيفتكر الراجل ده لما اوتاما مشيت من البلد هي وسبيد عشان تساعد لوفي. الراجل ده شكله وراه سر كبير هو كمان. باو، انا معايا تقرير عن التنين المجهول ده. حاليا في معركه السطح السيد الشاب ياماتو واقف ضد كايدو سان وفي تنين وردي وعليه قبعه القش لوفي وواقفين في مواجهه كايدو سان هم كمان. كل اللي في القلعه بيسمعوا التقارير دي لكن مش عارفين مين هو التنين الوردي ده. كايدو بيهاجم عليهم باسلوب النار بتاعه. ده هيقتلني يا لوفي، طب ما تعمل حاجه انت كمان يا مومو. بيهاجم كايدو عليهم لكن مومونوسكي في اخر لحظه بيتفادى هجماته. انا مش مستعد للقتال دلوقتي يا لوفي. ايه اللي انت بتقوله ده يا مومو؟ لوفي بيطير وبيتحول للمحرك الرابع وبضربه قويه جدا منه على راس كايدو بيدفنه في الارض. مومونوسكي واقف وعمال يفتكر ذكرياته هو وكايدو لما هجم عليهم في القلعه وولع كل حاجه هناك. مومونوسكي بيبص لكايدو بغضب وفجاه بيجري مومونوسكي عليه وبيروح بيعضه. كايدو بيصرخ من الالم. مومونوسكي بيفتكر اسوأ ذكرياته مع كايدو وهو لسه عاضد فيه. انت بتعمل ايه يالا؟ انت فاكر ان عضتك دي هتاثر فيا؟ مومونوسكي بيبص له وبيقول في باله لو ما جيتش انت ببلد وانو مش كان ابي وامي لسه عايشين؟ وفجاه لوفي هو كمان بيجري وبيضرب كايدو بالهاك الاسمي. المعركه قويه ما بينهم بتزلزل السطح كله. المعركه دلوقتي مش معركه بلد وانو وخلاص، المعركه دلوقتي بقت حياه او موت. في الطابق تحت القمر فجاه الغيوم بتغطيه. انوروشي بيرجع من تحوله وبيكون متصاب وتعبان جدا وجاك واقف في وشه. نيكو ماموشي هو كمان متصاب وطالع عينه وواقع على الارض. بيرو اسبيرو واقف قدامه هو كمان. الاتنين في حاله يرثى لها. الساموراي هم كمان جايبين اخرهم لكن برضه بيقاوموا اتباع كايدو. مومونوسكي ولوفي وياماتو في مواجهه كايدو. لوفي عمال يشجع في مومونوسكي انه يكون شجاع وما يخافش من اي حد في العالم. زورو وسانجي واقفين ضد اقوى اتنين من اتباع كايدو، كوين وكينج. بعضا من الساموراي بيتحمسوا لما بيشوفوا لوفي راجع من جديد. لوفي بيفتكر حربه هو وكايدو قبل كده. كايدو بيرجع للتحول الهجين بتاعه. الاتنين بيجروا على بعض كايدو ولوفي. البيج مام واقفه ضد كيد ولو. الكل معلق اماله على لوفي في هزيمه كايدو. تصادم هاكي جامد جدا بيقسم السما نصين. الغيوم بتتشال من على القمر مره تانية. تحول انوروشي ونيكو ماموشي من جديد. معركه قويه بين الكل. المنتصر هيفوز بكل شيء. دمار وخراب من كل مكان. يا ترى مين اللي هيفوز ومين هينتصر وايه القوه الجديده اللي هيتم الكشف عنها؟ كل دي تساؤلات بدون اجابات لكن هيتم الكشف عنها في الحلقه الجايه. ما تنسوش يا جماعه اللايك لاني فعلا مش هعمل مجنى تاني لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك. وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام.